الطائرة والمطار. تعلن الخطوط الجوية الجزائرية عن إخبار مهمة للمسافرين. الطائرة والمطار. أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية للتو في بيان صحفي نقل هذه الرحلات من مطار أورالي إلى مطار شارل دو غول. أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية شركة الطيران الوطنية في بيان صحفي نشر في 27 أبريل 2023 أنها ستنقل العديد من رحلاتها من مطار باريس أورالي إلى مطار باريس سيدي جاي. يأتي هذا القرار في أعقاب أعمال الامتثال التي قام بها مطار أورالي، والتي تلزم شركات الطيران بتعليق نشاطها أو نقل رحلاتها إلى مطار آخر قريب. طائرة ومطار. أعمال التجديد جارية في العديد من المطارات في فرنسا. طائرة ومطار. أعمال التجديد جارية في العديد من المطارات في فرنسا. تخضع العديد من المطارات في فرنسا حاليا لأعمال التجديد نظرا لحالتها. أدى ذلك إلى إغلاق مطار ستراسبورغ لأكثر من شهر. كما أثرت الأعمال على مطار باريس أورالي، مما أجبر الخطوط الجوية الجزائرية على نقل بعض رحلاتها. الطائرة والمطار. برنامج ربط جديد للرحلات المعنية. يتم عرض الجدول الزمني الجديد للطرق المتأثر بتغيير المطار الذي يسري من 3 مايو إلى 28 أكتوبر 2023 على النحو التالي: رحلة 1108 من سطيف إلى باريس سيدي جاي مجدولة يوم الاثنين، الثلاثاء، السبت، الأحد. رحلة 1109 من باريس إلى سطيف مجدولة كل يوم سبت، واحد واثنين وثلاثاء. رحلة 1086 من تلمسان إلى باريس كانت مقررة يوم الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد. رحلة 1087 من باريس إلى تلمسان كانت مقررة يوم الثلاثاء، الخميس، الجمعة، الأحد. رحلة 1020 من باتنا إلى باريس ورحلة العودة 1021 مجدولة كل يوم أربعاء. رحلة 1144 و 1145 بين عنابة ومطار باريس سيدي جاي مجدولة كلا أربعاء وجمعة واحد. تنطلق رحلة 1124 من مطار بوسكورة إلى مطار باريس ورحلة العودة 1125 المجدولة كل يوم السبت. فيما يتعلق برحلات الخطوط الجوية الجزائريات المقرر عقدها بين 11 من يونيو و9 سبتمبر 2023 ستكون على النحو التالي: من المقرر الرحلات 1124 من مطار بوسكورة إلى مطار باريس كل يوم الثلاثاء. رحلة 1125 من باريس إلى بوسكورة مجدولة كل يوم ثلاثاء. من المقرر أن تغادر رحلات 1108 من مطار سطيف إلى مطار باريس كل يوم جمعة. رحلة 1109 من مطار باريس إلى سطيف مجدولة كل يوم جمعة.